أهلا أبطال الصف الثاني الإعدادي، والنهاردة معانا أول درس في المنهج الجديد بعنوان موقع ومظاهر سطح قارتي آسيا وأوروبا. النهاردة هنبدأ مع بعض رحلة استكشاف قارتين من أكبر وأهم القارات في العالم. قارة آسيا أضخم قارة في العالم من حيث المساحة وعدد السكان، وقارة أوروبا قارة الحضارات القديمة والتاريخ العريق والتطور الحديث. في درس النهاردة هنتعرف على الموقع الجغرافي والفلكي لكل قارة، وهنتعرف كمان على المظاهر الطبيعية والسطحية زي الجبال والهضاب والسهول والأنهار، وهنشوف ازاي الموقع والمظاهر دي أثرت في حياة الشعوب وتاريخهم. الدرس ده مش بس جغرافيا، ده كمان بوابة لفهم علاقات بين الشعوب وحضارات اتكونت وحدود اتشكلت. يلا جاهزين ننطلق في رحلة من الشرق الأقصى في آسيا لحد الغرب الأوروبي. يلا نبدأ درس النهاردة. ممكن تسألوني دلوقتي احنا ليه هندرس القارتين دول؟ اقول لك احنا مش السنة اللي فاتت درسنا قارة افريقيا وعرفنا كل حاجة عنها، وعرفنا كمان انها قارة قديمة، يعني من قارات العالم القديم، وعرفنا ان قارات العالم القديم هم آسيا وأفريقيا وأوروبا. طيب احنا اتكلمنا عن أفريقيا، يبقى السنة دي هنتكلم عن القارتين دول وهنعرف كل حاجة عنهم، هنعرف الموقع بتاعهم ومظاهر سطحهم. احنا لما نيجي نبص هنا على الخريطة فهنلاقي ان القارتين لازقين في بعض، قارة آسيا وقارة أوروبا لازقين في بعض، تحس انهم كده قارة واحدة، علشان كده هنتكلم عليهم هما الاتنين مع بعض، لدرجة ان بتوع دراسات طلعوا اسم واحد للحتة ديت كلها، الحتة ديت كلها، تمام؟ سموا القارتين مع بعض اسم واحد وسموه أوراسيا. أوراسيا خدوا أول 3 حروف من كلمة أوروبا وبعدين حطوا كلمة آسيا وسموها أوراسيا، تمام؟ يبقى أول ما نسمع كلمة أوراسيا يبقى احنا بنتكلم عن قارة إيه وقارة إيه؟ يبقى بنتكلم عن قارة أوروبا وآسيا، علشان أوروبا موجودة هنا كده، موجودة فين؟ هنا من الحتة دي، والحتة ديت في آسيا يعني الغرب، يعني في الغرب. فأوروبا بتكمل آسيا من ناحية الغرب، أوروبا بتكمل آسيا من ناحية الغرب. فلما حد يسألك ويقول لك بما تفسر، بما تفسر يطلق على قارتي آسيا وأوروبا مصطلح أوراسيا، هنقول إيه؟ هنقول لأن قارة أوروبا تبدو وكأنها امتداد طبيعي لقارة آسيا من جهة الغرب. يبقى لما حد يسألنا سؤال ويقول لنا بما تفسر يطلق على قارتي آسيا وأوروبا مصطلح أوراسيا، هنقول له لأن قارة أوروبا تبدو وكأنها امتداد طبيعي لقارة آسيا من جهة الغرب. يلا نعرف بقى مساحة كل قارة من القارتين دول. مساحة كل قارة من القارتين دول. هنتعرف على مساحة قارة آسيا في الأول، ومساحة قارة آسيا وعارفين إن هي أكبر قارات العالم مساحة، مساحتها بتبلغ 44.2 مليون كيلو متر مربع، مليون كيلو متر مربع، تمام؟ يعني المساحة دي بتبلغ كام من مساحة اليابس كله؟ 30% من مساحة اليابس، 30% من مساحة اليابس. قارة آسيا أكبر قارات العالم مساحة، بتبلغ مساحتها كام؟ 44.2 مليون كيلو متر مربع، يعني 30% من مساحة اليابس. أما قارة أوروبا فهي سادس قارات العالم مساحة، قارة أوروبا سادس قارات العالم مساحة، بتبلغ مساحتها 10.5 مليون كيلو متر مربع، فمساحتها من مساحة اليابس كله كام؟ 7% من مساحة اليابس، 7% من مساحة اليابس. كده احنا عرفنا ان قارة آسيا رقم 1 من حيث المساحة، وقارة أوروبا رقم 6 من حيث المساحة. كده احنا عرفنا مساحة كل قارة وبتمثل كام من مساحة اليابس اللي احنا بنعيش عليه. يلا بقى نتعرف على موقع كل قارة، وعرفنا ان الموقع في الدراسات بينقسم لحاجتين، الموقع الجغرافي والموقع الفلكي. يلا نتعرف على الموقع الجغرافي والفلكي لقارة آسيا في الأول، تمام؟ وأول حاجة هنتكلم عنها الموقع الجغرافي. الموقع الجغرافي بنجيب الخريطة بتاعتنا ديت، خريطة قارة آسيا، وبنحط عليها الاتجاهات شمال وجنوب وشرق وغرب، وبنشوف كل
جهة بيحدها إيه؟ فهنلاقي عندنا هنا من جهة الشمال عندنا المحيط القطبي الشمالي، المحيط القطبي الشمالي، ومن جهة الشرق عندنا المحيط الهادي، المحيط الهادي، ومن جهة الجنوب نلاقي عندنا المحيط الهندي، موجود إيه؟ المحيط الهندي. بنلاحظ في الأول من الثلاث اتجاهات اللي احنا قلناهم دول إن المحيطات بتحيط بقارة آسيا من 3 جهات، المحيطات بتحيط بقارة آسيا من 3 اتجاهات، تمام؟ لما نيجي نبص بقى من جهة الغرب فهنلاقي عندنا حاجات كتير قوي، عندي حتت فيها مية وحتت ما فيهاش مية، يعني عندي حدود مائية وحدود برية. الحدود المائية والحدود البرية ديت، أيوة عندك هنا البحر الإيه؟ البحر الأحمر، وده البحر المتوسط، وفي بحر جديد أول مرة ناخده اسمه البحر الأسود، البحر الأسود، تمام؟ يبقى أنا عندي في الغرب حدود إيه وإيه؟ أقول له مائية وبرية. المائية البحر الأحمر والبحر المتوسط والبحر الأسود. طب البرية أقول له الحتة ديت، الحتة ديت لازقة في قارة مين؟ أقول له في قارة أوروبا. طيب هو مفيش حاجة فاصل؟ أقول لك لا في جبال هنا كده اسمها جبال أورال، جبال أورال. الجبال ديت دي حدود برية، حدود برية عبارة عن إيه؟ أقول لك جبال أورال دي عبارة عاملة سور ما بين قارة آسيا وقارة أوروبا، سور ما بين قارة آسيا وقارة أوروبا. يبقى عندي أنا هنا كده الحدود في الغرب عندنا حدود برية وحدود مائية. الحدود المائية عندنا البحر الأحمر والبحر المتوسط والبحر الأسود. أما الحدود البرية فعندنا جبال أورال، جبال أورال دي اللي بتفصل قارة آسيا عن قارة أوروبا. طيب يبقى كده الموقع الجغرافي احنا عارفين تعريف الموقع الجغرافي، تمام؟ هو الموقع بالنسبة للأماكن الأخرى، تمام؟ فعندنا يحيط بقارة آسيا المحيطات من 3 اتجاهات، بيحدها من الشمال المحيط القطبي الشمالي، المحيط القطبي الشمالي، ومن الجنوب المحيط الهندي، ومن الشرق المحيط الهادي. أما من الغرب فقلنا عندنا حدود مائية زي البحر الأحمر والبحر المتوسط والبحر الأسود، وحدود برية زي جبال أورال، جبال أورال، تمام؟ اللي هي بتفصل قارة آسيا عن قارة أوروبا. طيب قال لك في حاجات تانية عايزين نعرفها، ان قارة آسيا دي بتقترب من قارة ايه وقارة ايه وقارة ايه. هنلاقي ان احنا عندنا قارة آسيا بتقترب من قارة أفريقيا عند مضيق باب المندب، قارة آسيا بتقترب من قارة أفريقيا عند مضيق باب المندب، تمام؟ وقارة آسيا بتقترب من قارة أوروبا عند مضيقي البوسفور والدردنيل. قارة أوروبا بتقترب من آسيا عند مضيقي البوسفور والدردنيل، وتقترب آسيا من قارة أمريكا الشمالية عند مضيق بيرنج، عند مضيق إيه؟ بيرنج. أما بتقترب من قارة أستراليا عند بحر تيمور، عند بحر تيمور أهو موجود عندنا على الخريطة أهو. قارة آسيا بتقترب من قارة أستراليا عند بحر تيمور. يبقى كده احنا عرفنا ان قارة آسيا بتقترب من قارة أفريقيا عند مضيق باب المندب، ومن قارة أوروبا عند مضيقي البوسفور والدردنيل، ومن قارة أمريكا الشمالية عند مضيق بيرنج، ومن قارة أستراليا عند بحر تيمور. بعد كده عايزين نعرف الموقع الفلكي لقارة آسيا، لقارة آسيا. قال لك قارة آسيا بتمتد بين دائرتي عرض 10 جنوبا و81 شمالا، وبين خطي طول 26 شرقا و170 غربا، تمام؟ نيجي نبص هنا على الخريطة، تمام؟ فهنلاقي زي ما احنا قلنا كده بين دائرتي عرض 10 جنوبا و81 شمالا، وبين خطي طول 26 شرقا لحد 170 غربا. ده الموقع الفلكي لقارة آسيا. طيب من خلال الموقع الفلكي لقارة آسيا بنلاحظ ايه؟ قال لك بنلاحظ ان قارة آسيا بتقع في النصف الشمالي للكرة الأرضية، بتقع في النصف الشمالي للكرة الأرضية. قال لك ما عدا ايه؟ قال لك ما عدا بعض الجزر الأندونيسية، قال لك ما عدا بعض الجزر الأندونيسية.
قال لك بعد كده قارة آسيا بتعتبر أكبر قارات العالم في الامتداد الفلكي. يبقى احنا كده عرفنا إن قارة آسيا من أكبر قارات العالم في الامتداد الفلكي. ليه؟ لأنها كبيرة جدا، هي قارة أصلا مساحتها كبيرة، الأرقام بتاعتها كتيرة جدا، فقارة آسيا هي أكبر قارات العالم في الامتداد الفلكي. طيب قال لك دوائر العرض الرئيسية اللي بتمر بقارة آسيا، قال لك عندنا دائرة الاستواء، وعندنا مدار السرطان، وعندنا الدائرة القطبية الشمالية. يبقى دوائر العرض الرئيسية اللي بتمر بقارة آسيا عندنا دائرة الاستواء، وكمان عندنا مدار السرطان، والدائرة القطبية الشمالية. طيب بعد كده هنيجي نتعرف على أهمية موقع قارة آسيا. احنا هنتعرف عليها من الناحية الاستراتيجية والاقتصادية والحضارية والدينية. تمام؟ طيب أول حاجة عايزين نعرفها الأهمية الاستراتيجية. قال لك قارة آسيا بتطل على مسطحات مائية مهمة، وكمان بالإضافة للإشراف على ممرات ملاحية ذات أهمية استراتيجية كبيرة زي مضيق باب المندب ومضيق هرمز. يبقى الأهمية الاستراتيجية لقارة آسيا إن هي بتطل على مسطحات مائية مهمة، في مسطحات مائية كثيرة في قارة آسيا ومهمة جدا، وكمان بتشرف على ممرات ملاحية ذات أهمية استراتيجية كبيرة زي مضيق باب المندب ومضيق هرمز. طيب بعد كده عندنا الأهمية الاقتصادية. قال لك بسبب موقع قارة آسيا الجغرافي اللي جعلها معبر رئيسي لطرق التجارة البرية والبحرية، منذ العصور القديمة، زي طريق الحرير وطريق التوابل. دي طرق قديمة كانت ممرات رئيسية للتجارة سواء البرية أو البحرية، وكمان أدى موقعها الفلكي إلى تنوع كبير في مناخها. طيب لما يكون المناخ متنوع أكيد هيبقى في عندنا تنوع في النباتات الطبيعية والحيوانات والمحاصيل الزراعية. يبقى الموقع الفلكي أدى إلى تنوع كبير في مناخ قارة آسيا، فبالتالي أدى إلى تنوع في النباتات الطبيعية والحيوانات والمحاصيل الزراعية. بعد كده عايزين نتعرف على الأهمية الحضارية والدينية لقارة آسيا. قارة آسيا طبعا احنا عارفين إن كان فيها عديد من الحضارات العريقة، حضارات عريقة وقديمة جدا. زي إيه؟ قال لك زي حضارة بلاد الرافدين، وحضارة فينيقيا، والحضارة الصينية، والحضارة الهندية، والحضارة الإسلامية. كل دي حضارات قامت على أرض قارة آسيا. في قارة آسيا. كمان عندنا قارة آسيا تعتبر مهد الديانات السماوية، نزلت فيها كل الديانات السماوية سواء اليهودية أو المسيحية والإسلام، وكمان بتضم العديد من المواقع المقدسة ذات الأهمية الكبيرة، زي ما موجود عندنا في فلسطين وفي المملكة العربية السعودية. يبقى احنا كده عرفنا الأهمية الدينية لقارة آسيا، إن ربنا سبحانه وتعالى نزل 3 ديانات سماوية. ال3 ديانات السماوية دول نزلوا فين؟ في قارة آسيا. عشان كده قارة آسيا دي قارة مهمة جدا جدا دينيا. يبقى الأهمية الدينية لقارة آسيا قلنا لأنها مهد الديانات السماوية. كلمة مهد يعني المكان اللي نزل فيه الديانات السماوية. طب زي إيه قلنا؟ زي اليهودية والمسيحية والإسلام. كده احنا خلصنا كل حاجة عن قارة آسيا، وعرفنا موقعها الجغرافي والفلكي وأهمية موقع قارة آسيا، سواء أهمية استراتيجية أو اقتصادية أو حضارية ودينية. نيجي بقى نطبق نفس الكلام دوت على قارة إيه؟ على قارة أوروبا، ونعرف الموقع قارة أوروبا. وأول حاجة هنبدأ بيها الموقع الجغرافي.
فبنيجي هنا نجيب الخريطة برضك ونحط الاتجاهات بتاعتنا شمال جنوب شرق غرب. تمام. فهنلاقي هنا من جهة الشمال موجود عندنا ايه؟ المحيط القطبي الشمالي. من جهة الجنوب موجود عندنا البحر المتوسط، وعندنا كمان هنا البحر الأسود. يبقى في جهة الجنوب عندنا بحرين، البحر المتوسط والبحر الأسود. في جهة الشرق فبنلاقي بيحدها ايه؟ قارة آسيا. بيحدها قارة ايه؟ بيحدها قارة آسيا. في جهة الغرب موجود عندنا المحيط الأطلنطي. في جهة الغرب موجود عندنا المحيط الأطلنطي. يبقى كده احنا عرفنا بيحد قارة أوروبا من جميع الجهات ايه؟ نيجي نقولهم تاني. هنلاقي عندنا محيط المسطحات المائية بقارة أوروبا من 3 جهات، بيحدها من الشمال المحيط القطبي الشمالي، ومن الجنوب البحر المتوسط والبحر الأسود، ومن الغرب المحيط الأطلنطي. المحيط الأطلنطي. أما من جهة الشرق فموجود عندنا قارة إيه؟ قارة آسيا. قارة آسيا. تمام؟ طيب، عايزين نعرف برضك قارة أوروبا بتقترب من قارة إيه وقارة إيه؟ قال لك بتقترب من قارتين، من قارة آسيا عند مضيقي البوسفور والدردنيل. بتقترب من قارة آسيا عند مضيق البوسفور والدردنيل، وبتقترب من قارة أفريقيا عند مضيق إيه؟ جبل طارق. أهو الحتة دي ده مضيق جبل طارق. يبقى قارة أوروبا بتقترب من قارة آسيا عند مضيقي البوسفور والدردنيل، ومن قارة أفريقيا عند مضيق جبل طارق. تمام؟ ده الموقع الجغرافي لقارة إيه؟ لقارة أوروبا. طيب، بعد كده عايزين نعرف برضك الموقع الفلكي لقارة أوروبا. قال لك اهوت عندنا على الخريطة، فهنلاقي إن هي بتمتد بين دائرتي عرض 36 شمالا و71 شمالا. تمام؟ وبين خطي طول 25 غربا لحد 66 شرقا. تمام؟ يبقى ده الموقع الفلكي لقارة أوروبا. لقارة أوروبا. طيب، من خلال الموقع الفلكي دوت بنلاقي إن قارة أوروبا بتقع بأكملها في النصف الشمالي للكرة الأرضية. بتقع في النصف الشمالي للكرة الأرضية. أدى دوت لإيه؟ أدى إلى وقوع معظم قارة أوروبا في المنطقة المناخية المعتدلة الشمالية. قارة أوروبا تقع بأكملها في النصف الشمالي للكرة الأرضية. للكرة الأرضية. ده أدى إلى وقوع معظم قارة أوروبا في المنطقة المناخية المعتدلة الشمالية. طيب، دوائر العرض الرئيسية اللي بتمر بقارة أوروبا قال لك هي دائرة واحدة، هي الدائرة القطبية الشمالية. دوائر العرض الرئيسية اللي بتمر بقارة أوروبا قال لك هي إيه؟ واحدة، هي الدائرة القطبية الشمالية. الدائرة القطبية الشمالية. طيب، بعد كده برضك عايزين نعرف أهمية موقع قارة أوروبا. زي ما اتكلمنا عن أهمية موقع قارة آسيا، هنتكلم برضك عن أهمية موقع قارة أوروبا من الناحية الاستراتيجية والاقتصادية والحضارية. أول حاجة هنتكلم عنها الأهمية الاستراتيجية. الأهمية الاستراتيجية نفس الكلام اللي كان موجود في قارة آسيا برضه موجود في قارة أوروبا. قال لك قارة أوروبا بتطل على مسطحات مائية مهمة. تطل على مسطحات مائية مهمة، وكمان بتشرف على ممرات ملاحية ذات أهمية استراتيجية كبيرة، مثل مضيق جبل طارق ومضيق البوسفور ومضيق الدردنيل. تمام؟ يعني إيه تشرف على ممرات ملاحية ذات أهمية استراتيجية كبيرة؟ قال لك يعني بتتحكم فيها وبتراقب الأماكن دي. يعني ممرات ملاحية يعني حتت ضيقة اللي هي ايه؟ قال لك زي هي المضايق. تمام؟ ان هي بتشرف عليها وبتراقبها. تمام؟ يعني لما حد يسالني في الامتحان ويقول لي بما تفسر الاهميه الاستراتيجيه لموقع قاره اوروبا، تمام؟ هقول له ايه؟ هقول له لانها تطل على مسطحات مائيه مهمه، وكمان بتشرف يعني بتراقب على ممرات ملاحية ذات أهمية استراتيجية كبيرة، مثل مضيق جبل طارق ومضيق البوسفور ومضيق الدردنيل. تمام؟ طيب، بعد كده هنتكلم عن الأهمية الاقتصادية. الأهمية الاقتصادية قال لك موقع
قارة أوروبا الجغرافي ساعد على سهولة التواصل الاقتصادي بينها وبين باقي قارات العالم. الموقع الجغرافي لقارة أوروبا ساعد على سهولة التواصل الاقتصادي بينها وبين باقي قارات العالم. وكمان موقعها الفلكي ساعد على تنوع مناخها. يبقى موقعها الفلكي ساعد على تنوع مناخها. أقول تنوع مناخها واسكت ما كملش، ما اقولش بقى أدى إلى تنوع النباتات الطبيعية والحياة الحيوانية والكلام دوت، لأن هي موجودة فين؟ موجودة في النصف الشمالي للكرة الأرضية. تمام؟ فالتنوع المناخ فيها محدود، تنوع المناخ فيها محدود، فأقول ساعد موقعها الفلكي على تنوع مناخها واسكت. بعد كده هنتعرف على الأهمية الحضارية. قارة أوروبا قامت فيها عدة حضارات قديمة. قارة أوروبا قامت فيها عدة حضارات قديمة زي الحضارة اليونانية والحضارة الرومانية. الحضارة اليونانية والحضارة الرومانية. وقامت بها الحضارة الغربية الحديثة. قامت بها الحضارة الغربية الحديثة اللي شهدت الثورة العلمية والصناعية. يبقى بالنسبة للأهمية الحضارية قامت عدة حضارات قديمة في قارة أوروبا زي إيه؟ أقول الحضارة اليونانية. الحضارة اليونانية اللي قامت فين؟ اللي قامت في بلاد اليونان. وكمان عندنا الحضارة الرومانية اللي قامت فين؟ قال لك اللي قامت في إيطاليا، يعني تحديدا في روما اللي هي عاصمة إيطاليا. دلوقتي ده كان اسمها الحضارة الرومانية. الحضارة الرومانية. تمام؟ قال لك بس كده؟ قال لك لا، عندنا الحضارة الغربية الحديثة. الحضارة الغربية الحديثة هي دي بقى اللي شهدت الثورة العلمية والصناعية والتقدم اللي احنا فيه دلوقتي والتكنولوجيا اللي بنستخدمها. سببها الحضارة الغربية الحديثة، الحضارة اللي قامت في الغرب الحديثة، والثورة العلمية والصناعية اللي حصلت في الحضارة الغربية الحديثة. تمام؟ سبب اللي أنا وأنت عايشين فيه دلوقتي، سبب التقدم اللي احنا فيه دلوقتي. يبقى قامت بها عدة حضارات قديمة مثل الحضارة اليونانية والحضارة الرومانية، وكمان الحضارة الغربية الحديثة اللي شهدت الثورة العلمية والصناعية. تمام؟ وبكده نكون احنا عرفنا الأهمية الاستراتيجية والأهمية الاقتصادية والأهمية الحضارية لقارة ايه؟ لقارة أوروبا. وبكده نكون خلصنا الجزء الأول من درسنا النهاردة. تحياتي لكم مستر مصطفى إبراهيم.